السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد الشهيوه اللي هي زوينه بزاف وكاع المغاربه كيحماقوا ليها وكناكلوها وكضرنا اللي عنده مشكل ديال المصران اللوبيا. واحد الطريقه اللي باغا تخليكمش تضركم، غتاكلوا فيها القدر اللي بغيتو تاكلوه. والرغيف اللي انا كنت صورت معكم فيديو اللي قبل ما غنقولش لكم، كيبقاو مقرمشين وبنان بزاف. انا عجبوني، علاش انا درت الفيديو معكم عاودتهم درتهم بحال هكانيه، لحقاش كيستاهلوا بان اللي بغى يديرهم راهم كيجيو زوينين والله، كيجيو واعرين بزاف وكيبقاو مقرمشين. اللوبيا كنسلقوها في الليل، كنرطبوها كنرطبوها في الليل، والصباح كنغسلوها من داك الماء اللي كترطاب فيه، كتحيد آه، صافي. وكندير الماء جديد. وهذيك الطريقه اللي قلت لكم باش تحيد لي غاز من اللوبيا باش ما تضرناش، هذه الطريقه بحال هكا ملي كتغلى هذه الكاميل على اللوبيا كنحيدو ديك الكشكوشه كامله. هاد الكشكوشه كلها فيها لي غاز، هاد الكشكوشه هي اللي كتضر في المصران، هي اللي كتعطيك صداع كامله. كتحيد ما تخليوهاش من الاحسن، وتا ديك الريحه ديالها ما كتبقاش، اللوبيا كتجينا واعره وبنينه، كيجي فيها المذاق ديالها زوين، حتى التوابل كيجيو باينين فيها مزيان. هنايا اللوبيا زدت الماء عليها بحيث هي كتبغي الماء فاش طيب. درت الفلفله حاره مطحونه عندي في بلاصه البزار، عند الثومه، شويه الملحه، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال هذا درت ضامه ديال الزعفران، الكمون، السكينجبير، الخرقوم والفلفله. ما درتش البزار. هنايا البصله حكيتها، عندي القزبر المعدنوس، الحامض مصير جواعر في اللوبيا، الثومه والفلفله حاره. المهم نتوما عارفين التوابل اللي كيداروا في اللوبيا، التحميره، شويه السكينجبير والكمون ومليحه. ولا بغيتو ديروا قلت لكم الضافه ديال الزعفران ديروها، ما بغيتوش كتكتفيو بدوك المقادير الاخرين. صافي كندير كلشي بدقه واحده، وكندير الزيت. كاين اللي كيقليها ولا واحد شنو كيبغي يدير، ولكن حتى الطريقه كتجي زوينه في الاخير، كتكون نتيجه واحده. وبطيشه، انايا مطيشه كانت كثيره عندنا كنسلقوها، وكان نحيد من الجلفه والزريعه، وكنعاود نرجعها طيب. كندير فيها شويه الزيت وواحد المعلقه كبيره ديال النشا باش كتختصرها. ولا بغيناها تجينا بحال الشكل ديال مطشه الحك اللي كنشريوها من الحانوت، خاصها غير تعقاد وراه كتجي واعره وبنينه بزاف. ونديروا ورقه سيدنا موسى قبل ما كطيب معاها. والخليع انا ما غنديروش دابا حيت الخليع هو طايب. حتى الاخير عاد غنحطو فوق الطبسيل اللي انا غادي نقدم فيه اللوبيا، كيعطي واحد البنه كتجي زوينه. كاين اللي كيبغي يدير فيها القديد، كل واحد. انا فضلت نديرها بحال هكا ونحط من فوق من هذا الخليع بحال هكا باش تجي زوينه شهيوه. هنا اللوبيا طابت بداك الميه اللي انا كنديرها وناقص عليها البوطه، هي كتبغي تردو مع الماء لحقاش كتحرك. من الاحسن يكون الماء فيها كثير من الاول. هنا غادي ندير واحد شويه الكمون باش كتبقى ديك البنه ديالو، وشويه الربيع، قزبر ومعدنوس، واحد المعلقه اللي هي كبيره، هي كتبغي الربيع، اللوبيا كتبغي التوابل. بحال هكا ملي كنطيبوها ما كنجيش نقرب جهتها، بالحقيقه كضرني. ولكن هاد الطريقه هذه اللي انا درت معكم اليوم، حيت انا ما عندي المشكل ديال لي غاز، الا كنيناها بحال هكا ما غضرنا ما والو، غناكلو فيها داك الجهد اللي حنا غنقدروا ناكلو فيها. راه زعما باش اللوبيا ما تضرنا ما والو. ملي كتشوفوا طابت كتجي ملبيه من داكشي الرفيع، كتجي جات واعره بزاف. وداك الحامض اللي انا درت غير نص حامضه، عطاه واحد البنه اللي هي زوينه. ما جاتش ديك البنه ديال داك الحامض المصير وكثير، لا كان داك المعلك داك الاخر هذاك حتى هو كيجي زوين. غا هو ما نقويوش، نديرو غير واحد شويه منه. انا كنحط فيها طالعه واحد الريحه ما عرفوش لكم زوينه. انا كتبغي ناكل اللوبيا، ولكن دائما عندي مشكل كنقولها تضرني بلا ما نقرب ليها بلا ما ناكلها. وداك المزيود ديال الحار اللي ما كياكلش الحار ما غاديش يدير الحار، غيكتفي غير بديك العطريه اللي انا درت كامله. ولكن هي كتبغي شويه الهريسه. هذا الخليع درت واحد الكاسرونه فيها الماء لتحت واحد شويه، وحطيت ديك الزلافه الوسط باش كتذوب ديك الشحيمه اللي فيه، ما كتبقاش جامده. الخليع اللي انا سبقت وصورت معاكم، هادشي كلشي انا اللي دايره كنقول انا اللي دايره. واحد ملي كيدير شي حاجه هو اللي دايره مصوبه، زعما كيعجبو الحال. ولكن حاج الدار الحاجه ديال الدار ما كاينش بحالها.
اللي شاف الفيديو دير ليا لايك، شجعوني باش نصور معكم ان شاء الله فيديوهات اخرين. الا شفت المشاهده بحال هكا وشفتكم كتشجعوني، راه دائما نبقى نصور ونحط. ملي ما كنشوفش المشاهده كنقول بلا ما نضيع زعما الوقت ونضيع مجهودي، لحقاش راه عارفين بان الفيديو راه ما ساهلش، غير واخا كندير مونتاج عادي راه ماشي ساهل. بعض المرات كيتسجل لك الصوت، بعض المرات ما كيتسجل، كتضطري تعاودي كلشي. ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد. كما قلت لكم ما تنسونيش من لايك، اللي دخل شاف القناه اول مره ديال كويزينتو حيشارك في القناه، فضلا منكم. نتلاقى معكم في فيديو جديد، ومع السلامه.